يظهر فيها مثلا نقطه الحقد والحاجات دي، فانت لازم تختار الناحيه اللي هتشدك للطريق الصح. الجامعه مثلا بتوفر لك فرص حاجات كتير جدا، زي خصومات، زي منح، الحاجات دي كلها. عامه الانسان بلا هدف انسان بلا محتوى. عموما الانسان ما عندوش اصلا اي حاجه ممكن يوصل لها، لان هو اصلا مش باني هدف يمشي له، فهو مش هيمشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا مصطفى محمد، كليه طب بشري، وحاليا طالع سنه ثالثه. لو انت مش عامل فولو يلا اعمل فولو واعمل لايك، علشان دوت بيفرق جدا في ان هو يوصل للناس. ويلا بينا نبدا. اول يوم في الجامعه، طبعا الف مبروك لكل الناس اللي دخلت الجامعه حاليا، سواء انت كنت عايز الجامعه ديت او مش عايزها، سواء كنت انت دخلت الكليه اللي انت بتحلم بيها او لا. الفكره ان انت خلاص دلوقتي في الكليه، ولازم تتاقلم على الكليه اللي انت فيها، لان التاقلم بسرعه هو اللي هيفرق معاك انت هتتحسن فيها ولا لا. لان في ناس كتير جدا بتقعد تقول انا كان نفسي في كذا، وما تتاقلمش في الكليه اللي هي فيها، وتضيع سنينها حرفيا في الدراسه، وتضيع مجهودها والحاجات اللي كانت ممكن توصل لها، عشان متعلقه بنقطه هي كان نفسها توصل لها، وما تعرفش ان الخير بتاعها في المكان اللي هي موجوده فيه. ففي الاول هكلمك على كذا نقطه. اول حاجه الثقه، لازم تكون واثق من نفسك، وثقتك من نفسك دي بتيجي من ثقتك في ربنا. انتوا كلكم هناك في الكليه زي بعض، ما ينفعش تروح اول يوم تبقى باصص لنفسك ان انت مثلا الناس ديت احسن منك. حتى لو انت جاي مثلا من محافظه تانية لازم تتاقلم، لازم تكون واثق من نفسك. والثقه دي بتيجي من ان انت واثق في ربنا ان هو اختار لك المكان الصح. فما تتوترش او تقلق او تخلي اي حد يحاول مثلا يتراوشن عليك او الحاجات ديت، لان مثلا في اول يوم كل واحد بيحاول يفرض سيطرته على الجروب بتاعه، فممكن تلاقي واحد بيفرض سيطرته، حاول يعمل عليك اي مثلا حاجه عشان يلفت انتباه الناس التانية، فانت اللي جيت ضحيه. لا، خليك واثق من نفسك. لو حد اي يكلمك اتكلم بثقه، وانت جاي الكليه زيك زي اي حد تاني، كلكم زي بعض، فما تخليش اي حد يفرض سيطرته عليك. تاني حاجة الهدف، لازم تكون محدد أهداف الكلية بتاعتك، أهدافك في الدراسة، لأن الأهداف اللي أنت بتعملها ديت هي اللي هيترتب عليها مثلا أنت عايز تذاكر إزاي، عايز تتخرج تشتغل إيه. كل الحاجات ديت بتتحدد من الأهداف اللي أنت محددها. عايز مثلا تتعين في الكلية، عايز تشتغل شغلانة معينة، عايز تجيب تقدير معين، ده بيتحدد عليه أنت هتذاكر إزاي. المذاكرة بتاعتك عامة، أنت مذاكرتك مهمة. أي حد هيقول لك المذاكرة في أول الكلية مش مهمة، لا، كده كده مهمة. أي حد هيقول لك الجي بي إيه مش مهم، بيضحك عليك. أنت بعد ما بتتخرج الجي بي إيه هو الحاجة الوحيدة اللي أنت ما تقدرش تعوضها بعد ما تتخرج. ماشي، اشتغل وطور من نفسك، كل الحاجات دي في فترة الدراسة، بس برضو لازم تهتم بمذاكرتك، ما ينفعش تهملها خالص ايا كانت الكليه اللي انت فيها. انت وانت في الجامعه لازم الجي بي بتاعك يكون كويس، مهتم بدراستك، مهتم بحاجات كتير جدا لسه اكلمك فيها، علشان الجامعه مثلا بتوفر لك فرص حاجات كتير جدا، زي خصومات، زي منح، الحاجات دي كلها بتعتمد على الجي بي اي. فرص السفر، الشغل، الحاجات ديت في ناس كتير جدا بتطلب الجي بي اي. في مثلا لو انت عايز تشتغل في مكان معين بيطلبوا ان انت ما ينفعش الجي بي اي بتاعك او التقدير بتاعك يكون اقل من جيد جدا مثلا. فلازم تكون مهتم بدراستك. اي حد يقول لك لا يا عم انت كده كده في اول سنه ما تذاكرش والحاجات دي، لا. يعني انا في كليه الطب اهو، ولازم اول سنه تكون بتذاكر كويس جدا، لان الجي بي اي اللي انت بتجيبه في اول سنه هو اللي بيتبنى عليه كل الدرجات بتاعتك في السنين اللي جايه. ماشي، ممكن تحسنه، ممكن يتعدل، الحاجات دي كلها، بس البدايه بتاعته هي اللي بتبني النهايه بتاعته. انت لازم تكون محدد اصلا الاهداف بتاعتك وانت داخل الكليه. الهدف بتاعي حاجه معينه، يبقى الهدف ده اللي انت هتركز عليه. الاهداف اللي انت بتحددها هي الاهداف اللي بتبني عليها شخصيتك، وبتبني عليها كل حاجه، مذاكرتك، اخلاق، كل حاجه. الاهداف اللي انت عايز توصل لها. عامه الانسان بلا هدف انسان بلا محتوى. عموما الانسان ما عندوش اصلا اي حاجه ممكن يوصل لها، لان هو اصلا مش باني هدف يمشي له، فهو مش هيمشي لحاجه ولا هيوصل لحاجه. ودلوقتي هنتكلم بالخصوص عن اول يوم جامعه. اول يوم جامعه لازم تكون رايح عارف مكان الكليه بتاعتك. الجامعه بيبقى فيها اكتر من كليه، في جامعات ماشي بيبقى فيها كليات في مكان معين، بس لا، لازم لو الجامعه بتاعتك فيها اكتر من كليه تكون عارف مكان الكليه بتاعتك. اقعد اسال عادي، ممكن تسال اي حد في الكليه، اساله مثلا مكان المدرج كذا، مكان الكليه بتاعتي كذا. اسال، لانه عادي كل اللي انت بتسالهم دوت كانوا جايين برضو مش عارفين الاماكن، او ممكن تروح قبل اصلا الدراسه بكام يوم تقعد تتفرج على الكل، تعرف اماكن المدرجات واماكن الكليات، علشان لما تروح اول يوم تكون فاهم. طب تاخد ايه اول يوم؟ ودوت السؤال اللي بيسال كتير جدا. بص يا صديقي، لو انت في كليه طبيه ماشي ممكن تاخد البلطو، بس بلاش تاخده اللي هو شكلا، لان معظم الناس بتبقى عارفه ان ده السنه الاولى اللي جايين بالبلطو. لو انت مثلا في هندسه جايب لاب ومسطره حرف تي، لو هتستخدمه هاته، عايز تتصور بيه تصور بيه عادي، يعني عادي براحتك. كل الناس اللي اصلا هتتريق ديت هم اتصوروا بيه فعلا، يعني هم جم اول يوم واتصوروا بيه. بس لو انت هتستخدمه خده معاك، لو انت مش هتستخدمه انت هتفضل شايله طول اليوم. يعني احنا في الكليه، احنا مثلا انا وصلت سنه ثالثه ما بنحبش نمشي بالبلطو، لان البلطو تفضل شايله، لازم تفضل ماسكه طول اليوم، ما ينفعش مثلا تشيله في حاجه. يا اما ان انت تاخد شنطه وتحطه فيها، يا اما انت هتفضل حاطه على كتفك طول اليوم. فلو عندك مثلا سيكشن الحاجات ديت هم هيعرفوك، بتبقى عارف الجدول بتاعك. عندك اول يوم مثلا معمل، المعمل دوت لازم تدخل بيه في البلطو، فالبلطو لازم تبقى معاك اول يوم لو انت هتستخدمه. لو انت مش هتستخدمه عادي، كده كده هتلبسه كتير وهتستخدمه كتير، فعشان بس نقطه ان هو الناس بتتكلم عليه، لا، كده كده اللي هيتكلم عليك ده هو جه اول يوم بالبلطو. بس الفكره ان انت ما تفضلش شايله طول اليوم. ونفس الكلام في هندسه، لو مصطلح حرف تي والحاجات اللي بيشيلوها كلها، اللابتوب والحاجات ديت، لو انت مش هتستخدمهم خلاص ما تجيبوش. ولازم يكون معاك قلم سكتش، الحاجات اللي انت هتكتب فيها عامه المحاضرات. اول اسبوع عامه مش هتحتاج شنطه قوي، لان انت ما بيبقاش معاك كتب والحاجات كتير، هو سكتش وقلم. فلو انت حابب ما تمسكهمش ممكن تجيب شنطه صغيره تحطهم فيها وخلاص. انما مش لازم تجيب شنطه كبيره، لان هي تبقى فاضيه، لان الفتره اللي قدام ماشي بعد اول اسبوع تبدا تاخد الكتب والحاجات ديت، ممكن ما تستخدمهاش كتير في الكليه، لان ديت احنا بنذاكر بيها عامه في البيت مش في الكليه.
بس لو حابب تمشي بالكتب والحاجات ديت انت مش هتاخدهم في اول اسبوع، فانت ممكن تستنى لحد ما تبدا تستلمهم وبعد كده تروح بشنطه كبيره. والنقطه اللي بعد كده اللبس. بص يا صديقي، البس عادي، الوان متناسقه مع بعض، تيشيرت بنطلون، قميص وبنطلون، الحاجات البسيطه. بلاش الشغل اللي هو مثلا افوار الوان فاقعه، الحاجات ديت لان الحاجات ديت بتلفت انتباه قوي. وكمان مش كل الناس، انت هتلاقي كل الناس لابسه لبس عادي، تيشيرت بنطلون اللي هو كوتشي عادي. بلاش اللي هو، لان في ناس فعلا ممكن تلبس جاكيت وبليزر والحاجات دي، بس بلاش، خليك عادي كاجوال عادي، اللي هو تيشيرت وبنطلون، حاجه شيك، حاجه الوانها متناسقه مع بعضها وبس. ده عامه هتفهم بعد كده ان انت الاحسن ليك ان انت تلبس الحاجه الاريح مش الحاجه الاشيك، لان انت هتبقى في الكليه معظم اليوم والجو شمس وحر، فانت دور على الحاجه الاريح ليك. في نفس الوقت لازم تكون منسق الوانك، اللي هو الالوان لايقه على بعضها، البنطلون لايق على التيشيرت، يكون الالوان حلوه، والكلام اللي باين على التيشيرت مثلا يكون كلام كويس، لان في ناس بتجيب تيشيرتات هي مش فاهمه اصلا الكلمه اللي مكتوب عليها ايه. فحاول تنقي اللبس بتاعك ان هو يكون الكلام هادي، برنت بسيطه، الحاجات دي بلاش اللي هو الشغل اللي فيه شغل كتير او مثلا الوان والحاجات كتير، لان الحاجات ديت بتلفت انتباه قوي وبتبقى ملفتة عامه في الجامعه، لان الناس هتلاقيها كلها بلبس عادي، تيشيرت وبنطلون والكوتشي اللي هو اللبس العادي. والنقطه اللي بعدها، حاول ان انت تتعرف على الناس، اعرف ده واعرف ده واعرف ده، بس لازم تاخد بالك من الناس اللي انت بتتكلم معاه. كده كده انت هتعرف كل الناس حرفيا، بس مش اي حد يكون صحابك. الناس اللي انت هتقضي معاهم الترم الاول غير الناس اللي هتقضي معاهم الترم التاني، غير الناس اللي هتخش معاهم سنه تانية، غير الناس سنه تالتة، فالناس بتختلف عامه. فما تختارش صحابك من اول فتره، يعني اول اسبوع في ناس مثلا اول حد يقعد جنبي يبقى ده صاحبي، لا، لازم تختار صحابك كويس جدا، لان الصاحب زي الصاحب عامه، الصاحب زي صاحبه، يعني انت لازم تصاحب حد يكون اخلاقه كويسه ويشدك للطريق الصح. بلاش تصاحب اي حد وخلاص، لانه ممكن يكون مش كويس فهيضرك معاه. وما بقولكش ما تعرفش الناس، لا، اعرف الناس واعرف ده وده وده واعرف كل الناس حرفيا، بس لازم تختار الناس اللي انت هتقف معاهم، الناس اللي هيكونوا صحابك، الناس اللي هتتكلم معاهم اكتر، الناس اللي هتدخلهم في الزون بتاعتك. ولازم تختارهم كويس جدا، لان انت في الكليه عامه هتكتشف ان في طبقات كتير جدا، في ناس مثلا من مجتمعات مختلفه، في ناس مختلفه في حاجات كتير، سواء اخلاق، سواء شخصيه، سواء لبس، سواء كل حاجه. لازم تختار الناس اللي شبهك والناس الكويسه، علشان الكويس هيشدك زيه والوحش هيشدك برضه. انت لازم تختار الناحيه اللي هتشدك للطريق الصح، لان في الكليه بالذات بيبقى فيه انفتاح فظيع في كل حاجه، الطبقات بتبقى مختلفه جدا من كل الاماكن حرفيا، في كل الثقافات، من كل التفكير، من كل حته هتلاقي ناس مختلفه، فانت لازم تختار الناس اللي من الطبقه بتاعتك علشان ما يحصلش مشاكل، لان مثلا في ناس بتقعد طبقات مختلفه، مجتمعات مختلفه، تفكير مختلف، فهيحصل مشاكل ما بينكم او مثلا مش هتكونوا متفاهمين. لازم تختار الناس اللي بتفكروا شبه بعض، مش شرط اللي هو نفس الطبقه، بس الفكره ان هم يكونوا صحاب كويسين يشدوك للطريق الصح، لان فتره الكليه هي اكتر فتره بيظهر فيها المشاكل، بيظهر فيها الخلاف، بيظهر فيها مثلا نقطه الحقد والحاجات دي بتظهر في الكليه في حاجات كتير جدا، سواء في دراسه، سواء في الحياه، سواء في كل حاجه. فلازم في فتره الكليه تختار صحابك كويس جدا عشان ما تتخدعش فيهم بعد فتره طويله. وما تتوترش ولا تخاف، كلنا عدينا باول يوم وخلاص، دلوقتي انا اهو في سنه ثالثه، كنت في اول يوم زيك وفي مكانك، عشان كده بعمل لك الفيديو، لان انا كنت في مكانك وكان نفسي حد يقول لي نفس الكلام اللي حد بيقوله لك دلوقتي. ونيجي لنقطه مهمه جدا، نقطه المشاكل. تجنب على قد ما تقدر المشاكل في الكليه او في الجامعه عموما، لان الجامعه ابسط حاجه لو حصل مشكله او خلاف او اي خناقه عامه ان هم هيفصلوك، فتجنب مش بقول لك مثلا ان حد هزقك او اتخانق معاك او اقل منك او اقل من كرامتك تغاضى عن الموضوع، لا، ممكن تاخد حقك بكل بساطه، باحترام، بكل الاسلوب الكويس، حتى على الاقل حاول ان هو ما يكونش في الجامعه، لان في الجامعه ممكن اقل حاجه تحصل ممكن يحصل فصل بعدها. فحاول على قد ما تقدر تتجنب المشاكل، ان انت ما تروحش ترمي نفسك للمشكله، ممكن تاخد حقك بطريقه كويسه جدا، باسلوب كويس، باحترام. اقل حاجه ممكن تروح تشتكي، اللي هو تشتكي في الجامعه انا شخص حصل كذا كذا كذا، وتاخد حقك، ده اقل حاجه. حابب تاخد حقك ممكن يحصل اي حاجه تانية، بس بلاش في الجامعه. وبالنسبة لأول يوم هتلاقي كمية أسر كتير وأنشطة كتير واتحاد الطلبة وكل الحاجات ديت بيجوا عليك ويشرحوا لك ويفهموك إحنا بنعمل كذا وكذا وكذا. بلاش تشترك في أي أسرة ولا في نشاط في أول فترة عامة، في أول شهر لحد ما تفهم كل حاجة، أول ترم عموما لحد ما تفهم كل حاجة وتفهم أنت بتذاكر إزاي والمذاكرة بتاعتك والجامعة وأنت أصلا ناوي تعمل إيه، لأن أنت بتبقى داخل تايه، فمش ناقص أصلا إن أنت يبقى تشترك في حاجة أنت مش فاهمها لسه. فحاول على قد ما تقدر تفهم كل حاجة الأول، بعد كده تقرر أنت عايز تعمل إيه، الأنشطة اللي أنت عايز تشترك فيها والأسر اللي أنت عايز تشترك فيها. ونيجي لنقطة مهمة، إن في طلبة بتروح للدكتور هي اللي عايزة تتعرف على الدكتور، ماشي، دي حاجة كويسة وهو ماشي عايز يتعرف، بس الفكرة إن أنت دفعتك مثلا 1000 واحد وفي أكتر من دفعة في نفس الجامعة اللي أنت فيها دلوقتي، فكل دول عايزين يتعرفوا مع الدكتور، فهو مش هيفتكرك. ما تروحش أنت تتعرف على الدكتور، حاول إن تخلي الدكتور هو اللي يحاول يتعرف عليك. طب يتعرف عليك إزاي؟ بمذاكرتك، بشطارتك، إن أنت تسأل في المحاضرات، إن أنت تكون كويس عامة، أخلاقك كويسة. الناس الكويسة في الجامعة عامة بتبان، أي حد كويس بيبان إن شخصيته كويسة ومذاكرته وشاطر وكل الحاجات دي. ده اللي هيخلي ان الدكاتره تركز معاك ويحاولوا ان هم يعرفوا اسمك، وواحده واحده هتلاقي ان الدكاتره لوحدها بتسلم عليك وتعرف اسمك وتكلمك وعادي. بالنسبه للمعيدين، حاول تتعرف على المعيدين، ممكن تاخد ارقامهم وتسالهم في حاجات عادي، لان المعيدين بيبقوا قريبين لسننا، الدكتور بيبقى اكبر مننا بكتير وبيدرس لكميه طلبه كبيره جدا،
فبيبقى المشكله ان هو مش هيفتكرك، لان هو فعلا بيدرس لعدد كبير جدا، يعني الوفات حرفيا، فهو مش هيفتكر واحد من كل الوفات ديت الا لو الواحد دوت مميز، فانت لازم تثبت له ان انت مميز عشان هو اللي يعرفك. طب بالنسبه لاخر حاجه، الغياب والحضور. بص يا صديقي، لازم تحضر في اول فتره عشان تعرف عامه نظام الدكاتره. معظم الجامعات دلوقتي فيها غياب عادي، فانت لازم تروح عشان الغياب. نقطه الحضور عامه والمحاضرات، انت دلوقتي واحده واحده هتبدا تعرف الدكتور دوت بيشرح كويس وبيركز على النقط المهمه، والاسئله بتيجي من الشرح بتاعه وبيجي من المحاضرات بتاعته والحاجات اللي بيركز عليها. في دكتور بيقرا بس البي دي اف، يعني هو بيخش يقراه، فانت واحده واحده هتعرف ان الدكتور دوت بيشرح، الدكتور دوت مش بيشرح، وهكذا. مش عيبا في الدكتور، بس في دكاتره هو نظام انت ممكن ما تفهمش منه، هو بس بيقرا البي دي اف، والمفروض انت بتذاكر في البيت. ففي دكاتره ثانيه لا، تقعد تشرح لك وتفهمك كل حاجه في المحاضره. فانت واحده واحده هتعرف مين الدكتور اللي لازم تحضر له علشان الحضور والغياب والحاجات دي، وفي دكتور عادي ممكن الغياب ما بياخدوش اصلا، فانت تبقى عارف واحده واحده على حسب الجامعه بتاعتك والدكاتره بتاعتك. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. لو انت عندك اي اسئله ممكن تبعتها لي على الانستجرام وتبعتها لي تحت في الكومنتس، وانا برد على كل الناس حرفيا، فهتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، ممكن تبعت لي على طول. ولو انت لسه ما عملتش لايك اعمل لايك علشان دوت بيفرق ان الفيديو يوصل لكل الناس. واستنوا الفتره الجايه فيديوهات كتير جدا ليكوا، وعامه محتوى طبي ومحتوى حاجات كتير، انا مجهز لكم سلاسل كتير. الفتره الجايه هيبقى في شغل كتير، فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وما تنساش تبعت الفيديو لزمايلك الدال على الخير كفاعله.